الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وسعاده. فيديو من الفيديوهات اللي بتحبوها جدا 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 جدا، وهو الفيديو بتاع البالت الجديده بتاعه الكونتور بتاعه مايت سينما. لو عايزه تعرفي كل حاجه عن البالت دي، عايزه تعرفي حلوه ولا لا، عايزه تعرفي ثباتها حلو ولا لا، عايزه كمان تعرفي دمجها حلو ولا لا، عايزه تعرفي شكلها على البشره عامل ازاي، كملي معايا الفيديو للاخر عشان هنفصصها مع بعض. بس لو انت اول مره تشوفيني، ما تنسيش تعملي اشتراك من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، هتلاقي جرس صغير دوسي عليه او فعليه عشان يوصلك مني اشعار او نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. ولو عايز تعرفي كل حاجه عن البالت دي، فتره مايت سينما طلعت بالت كونتور كريمي وبودر الاثنين مع بعض بالشكل ده، طبعا تقليد ميك اب فور ايفر وروزبيري والكلام ده كله. طلعت بالت الكونتور دي وانا حبيت جدا اكون اخر واحده تعمل ريفيو للمنتج. بعد ما كنت بعمل اول ريفيو عن اي منتج لمايت سينما، حبيت اجمع الاراء كلها واشوف كل الريفيوهات اللي موجوده، وبعد كده نبتدي احنا نجرب ونعمل الريفيو لما طلبتوه مني. فانا جبت البالت بتاعه مايت سينما من عند سيلا سنتر، وعايزه اقول لكم ان هي عندها حرفيا باقل سعر. تعالوا كده نتفرج على البالت وكمان نقارنها بالبالت اللي قبليها، لان انا واثقه من حاجه من قبل ما اجرب المنتج انا اول مره افتحه معاكم. المنتج بيجي بالشكل ده، الباكجينج تحفه. بصوا بصينا على العلبه كده، مش مكتوب عليها اي حاجه غير مايت سينما كونتور باودر اند كريم. هي نص كريمي ونص باودر، وورا مكتوب عليها بروفيشنال ميك اب، البروفيشنال ميك اب. بصينا على الشكل من جوه، هلاقي الشكل بتاع مايت سينما هو الشكل بتاع ميك اب فور ايفر، هو كمان الشكل بتاع روز بيري. فتحنا بقى البرودكت من جوه كده عشان نتفرج عليه. عايزه اقول لكم انا مجربتوش خالص. هنا معايا 6 الوان، ال6 الوان دول باودر بس حرفيا ناعمين قوي، وال6 الوان دول كريمي. وسمعت كمان ان هي ممكن تمشي معانا كونتور وكونسيلر وفاونديشن زي الباليت دي من ميك اب فور ايفر. تعالوا كده نجرب ونشوف. اول حاجه دي الدرجات اللي موجوده بتاعه الفاونديشن، مثلا 3 درجات دول، ال3 درجات على اصفر بصراحه، دول درجاتهم. وفي كمان 3 درجات كونتور، ودول 3 درجات كونتور اهو. والناحيه التانية دول باودر، دي باودر شفافه، ودي باودر بنانا على اصفر، ودي درجه كونتور وفيها زي درجات برونزر او حاجه. وللامانه الدرجات اللي موجوده فيها حلوه. تعالوا كده نجرب نحطها على وشنا ونشوف النتيجه هتكون ايه. مش قوي استعمل الفاونديشن اللي هو بيكون بالشكل ده، او استعمل حاجه شبه كده فاونديشن، بس تعالوا كده نجرب مع بعض. هناخد الدرجه مثلا اللي في النص دي، وهبتدي احطها كفاونديشن على البشره كلها. هاخدها بفرشه كابوكي كده، وهبتدي اوزع. الدرجة حلوة، وللامانه عايزه اقول لكم لو طلعت حلوه هي سعرها حلو جدا، وجايباها من عند سيلا سنتر. عايزه اقول لكم كمان ولاء سهيب عامله ويب سايت تقدري تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها من عليه، وتقدري كمان تخشي تجيبي حاجتك بنفسك، تشوفي الحاجه موجوده متاحه ولا لا. عشان بنات كتير قوي كانت بتشتكي ان السيلرز ما بيردوش عليهم او ما بيردوش بسرعه. لا، ولاء عامله ويب سايت تقدري تخشي تطلبي من عليه حاجتك بنفسك، شبه شي ان والكلام ده. هسيب لكم برده اللينك بتاع ولاء تحت، انا هسيب لكم الويب سايت بتاعها تحت. عايزه اقول لكم رغم ان انا ما بحبش الفاونديشن اللي هو بيكون ستيك كده او بيكون كده كريمي، بس انا حاسه ان هو حلو. مش عارفه انتوا شايفين ده ولا لا. وطبعا انا حطيته على بشره يا دوب مغسوله. كده ناخد منه تاني. انا باخد بفرشه كابوكي كده شويه، وابتدي اوزع على البشره كلها. حبيت الدرجه قوي. كتير قوي ما استعملتش حاجه من مايت سينما بصراحه. كنت عايزه استعمل منتج يكون نازل جديد، انما المنتجات لما بحس ان هي متكرره ما بحبش قوي استعملها. طيب بعد ما وزعت الدرجه على بشرتي، هعمل لها بلاند بالشكل ده. الدرجه حلوه جدا وهو خفيف جدا على البشره، مش زي الفاونديشن اللي عندهم اللي هو تقيل ومكتل والكلام ده. لا، هو خفيف قوي على البشره، بس هما للاسف مش كاتبين لاي نوع بشره. فانا جربته. انا دلوقتي بشرتي دهنيه ومختلطه، وهنشوف كمان شكله على البشره هيكون عامل ازاي. احنا مرايتي اتكسرت الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الدرجه دي من العلبه اللي هي الصفيح دي. تعالوا كده نفتح العلبه الثانيه، كانت معايا برضو
اللي هي دي، فاكرينها؟ الفرق بين العلبتين للامانه حاسه ان العلبه دي اختيارات الالوان فيها موفقه اكتر من العلبه دي. العلبه دي انا كنت بحبها جدا وكانت كريمي جدا. العلبه دي حاسه درجاتها واختيار الالوان بيرفكت فيها اكتر من العلبه دي. العلبه دي فيه كذا درجه على اورنج، العلبه دي درجاتها على بني اكتر. تعالوا كده ناخد مع بعض الدرجه دي ونعمل كونتورنج للبشره ونشوف شكله كمان على البشره هيكون عامل ازاي. احنا كده استعملنا منها الفاونديشن، تعالوا كمان نستعمل منها الكونتور ونشوف مع بعض. نشوف الدمج، نشوف بتتفرد على البشره بسهوله، بتعلق معانا، ما بتدمجش بسرعه. كل الكلام ده بنشوفه واحنا شغالين. انا عايزه اقول لكم ان هي بيجمنت جدا. انا بحاول اخف ايديا في الفرشه، يعني انا بحاول الفرشه بس تلمس البلد. هعمل منها الكونتور بتاع الشفايف. شويه كونتور للعين من هنا، وكمان شويه كونتور. هسحب معايا العين بالكونتور شويه من هنا. ده انا حطيت الكونتور. تعالوا كمان ندور على درجه كونسيلر تكون مناسبه. عايزه اقول حاجه، الدرجات غامقه شويه، لو انت بنوته خدي بالك الدرجات نفسها هتكون غامقه عليكي. يعني الدرجه دي على اصفر قوي، الدرجتين دول على بيج غامق، يمكن لوني واغمق كمان. الدرجه اللي في النص دي لما حطيتها على البشره طلعت لوني بالظبط. يعني لو انت اغمق من كده مش هتكون مناسبه معاكي. الدرجه دي اغمق منها شويه، فالثلاث درجات نفسهم غامقين، ودول الثلاث درجات بتوع الكونتور. فانا هاخد شويه من الدرجه اللي على اصفر لان مفيش غيرها، مفيش بيج فاتح. هاخد الدرجه دي كده وهبتدي احطها هنا ككونسيلر بالشكل ده، وهبعد على المكان اللي فيه خطوط عندي، لان البالت دي او اي بالت بتكون كريمي او بتكون فيها نسبه زيوت بتخطط تحت العين جدا. فهاخد كده وهبتدي ابعد عن المكان اللي فيه خطوط. اقول لكم كمان لما دخلت طلبتها من عند سيلا، الويب سايت مريح جدا. عارفه يعني ايه تخشي تطلبي حاجتك بنفسك، تشوفي المنتج موجود مش موجود، تخشي تدوري. هو زي ابلكيشن كده بتقدري تطلبي من خلاله اي حاجه انت عايزاها. ما بتستنيش تشوفي السيلر هترد عليكي المنتج موجود المنتج مش موجود. المنتج بيكون مكتوب عليه موجود ولا لا، وكمان بيكون مكتوب لك عليه سعره كام عشان تكوني عامله حسابك وانت بتطلبي الاوردر بتاعك. هسيب لكم برده اللينك، وكمان هسيب لكم الويب سايت تحت تقدروا تطلبوا منه زي ما انتم عايزين. كمان عندهم توصيل لكل المحافظات. هنا بقى للحظه الحاسمه اللي هو هندمج فيها ونشوف الدمج اخباره ايه. دي كان فيها او كان مكانها حاجه عملت لي لون هنا شويه، فقشطه. كده ندمج ونشوف الدمج معانا بيعلق، بتدمج معانا بسهوله. البالت الثانيه للامانه كانت لطيفه، فتعالوا كده نشوف دي وضعها ايه ودمجها كمان ايه. حلوه حلوه قوي لغايه دلوقتي، الدمج معايا لطيف. بصوا هنا كده عشان نبرز الخدود دي شويه. اخد بيوتي بلندر وابتدي ابلند كمان اللون الاصفر. لا بصوا بنات، الدمج حرفيا الدمج بتاعها حلو قوي. هبعد بس عن الاماكن اللي زي ما قلت لكم انه ممكن يكون فيها خطوط. بطلع بالبيوتي بلندر بعد ما بدمج كويس جدا، بدمج اي مكان ممكن يكون معايا فيه خطوط بالشكل ده. طب يا نهى، لو انا ميك اب ارتست مبتدئه والبادجت بتاعتي قليله ينفع اشتغل بيها؟ يا روح قلبي ينفع تشتغلي بيها لو انت ميك اب ارتست مبتدئه كمان البادجت بتاعتك قليله. هنا كمان ندمج الكونتور بتاع النوز. البشره بعد ما دمجت من عليها الكونتور كله، البشره حلوه جدا، وكمان الكونتور دمجه حلو قوي.
دلوقتي لما جربت الكونتور الكريمي اللي فيها حبيتها جدا، وكمان الدرجات بتاعته حلوه قوي. هو ممكن يكون محتاج درجات تانية افتح شويه عشان تكون مناسبه اكتر مع البنات البيضه، بس لغايه دلوقتي للبنات القمحي والبنات اللوني وكمان البنات اللي اغمق مني درجه، في كمان درجات مناسبه جدا معاهم. درجات لطيفه جدا للبنات السمراء وكمان البنات الخمريه. تعالوا كده نجرب كمان البودر ونشوف دنيتهم ايه. نبتدي نثبت بقى الكريمي. انتوا شايفين اللمعه؟ اللي بشرتها دهنيه استعملي منه الكونتور او استعملي منه الكونسيلر، بلاش تستعمليه كفاونديشن على البشره، لان بعد شويه هيبتدي يطلع معاكي زيوت اكتر. البنات اللي بشرتها جافه قوي ممكن تدوس فيه عادي جدا. بصوا شايفين اللمعه اللي موجوده في البشره دي؟ نسبه زيوت موجوده في الفاونديشن او الكريمي فاونديشن اللي احنا استعملناه. تعالوا كده نجرب البودر ونشوف الدنيا دي هتتطفى معانا ولا لا. طيب اول حاجه هاخد الدرجه اللي هي البيضه دي كدرجه شفافه، هشوف بس ملمسها هيكون عامل ازاي على ايديا قبل ما احطها على عينيا. هي بيضه قوي، هي بيضه قوي، فانا هنزلها كده، واللي هيفضل هحاول اثبت بيه حاجه خفيفه عشان ممكن تكون بتعمل فلاش باك فتبوظ كل اللي احنا عملناه، عشان بياضها بياض ساطع، وانا حاسه ده اللي هيحصل دلوقتي. بيضه قوي، لا للاسف بيضه قوي. هقلب كده الاسبونج واحاول اخفف اللون على قد ما اقدر. المفروض ان دي شفافه، بس دي شفافه وليها تغطيه وبتلطش لون ابيض كده زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر من هنا ومن هنا. تعالوا كده نجرب اللي جنبها اللي هي لونها اصفر، اللي هي دي. هحاول اخد منها برده حاجه بسيطه، وبرده اول ما هتعملي كده اختبريها على ايديكي. يعني ايه بتختبريها على ايديكي؟ بتنزلي كده على ايديكي بتشوفيها بتطلع لون. دي بتطلع لون وبتطلع تغطيه، فنزلي اللون كله واللي يفضل معاكي بس بايد خفيفه قوي. هي خفيفه تقيله، هي بتكلبش كده حرفيا، هي بتلزق وبتطبع وبتعمل لون. طيب ده البودر. فالكريمي حلو جدا، يعني هو الحلو ما بيكملش. الكريمي عجبني جدا، بقى عايز تكنيك خاص وعايز معامله من نوع خاص. استنوا بقى كده، اسبونج فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وهبتدي اسحب او احاول اسحب الزياده اللي موجوده. هي خلاص طبعت. بصوا بنات، ده الابيض وده الاصفر. يمكن الاصفر شكله اهدى شويه تحت العين عن الابيض. انتوا تقدروا تشوفوا من ورا الكاميرا كمان دلوقتي هي عامله لي فلاش باك ولا لا. يعني ايه فلاش باك؟ يعني منوره قوي. لما تيجي تتصوري بصوره فيها فلاش تحسي ان هي عفاريتي، او المنطقه دي نورت قوي معاكي. حاسه ان الاصفر شكلها مقبول شويه عن الابيض. بصوا الابيض عامله ازاي، عفاريتي قوي. مش عايزه تطلع خلاص، لزقت. عليها تاني اصفر كده، وهبتدي انزل برضو الكميه على ايديا زي ما اتعلمنا مع بعض، وهبتدي اثبت. بصي حتى بعد ما بنزل الكميه هي كتيره، هبتدي اثبت كده البشره كلها باللون الاصفر لاني حبيته عن اللون الابيض. هو يخليني صفرة شويتين بس ماشي، ارحم من اللون الابيض بصراحه، لان اللون الابيض المفروض ان هو شفاف. يعني معنى كده ان انت ولا تديني تغطيه ولا تديني اضاءه ولا تديني اي حاجه. هي البودر كلها بتطبع بنات. بصوا البودر دي هيكون محتاج معاها تكنيك خاص جدا عشان تعرفي تستعمليها، بس هي ليها تغطيه عاليه جدا زي ما انت شايفه. ايه التكنيك بتاعها؟ ان انت تاخدي منه كميه قليله جدا وكميه تنزليها خالص على ايديكي خالص، مش زي ما احنا بنعمل حتى، لا انت هتنزلي الكميه خالص، واللي هيفضل معاكي بالاسبونج هو اللي هتبتدي تثبتي بيه البشره كلها. شويه اصفر وهنزل الكميه كلها. بصوا هي ليها تغطيه وليها تغطيه عاليه جدا. هنزل الاصفر ده خالص اهو خالص، واللي هيفضل هو اللي هدخل اثبت بيه. حتى اللي بيفضل ده بيبقى كتير، بس طلع معايا وكنسل معايا الابيض. شايفين؟ طيب لغايه دلوقتي البودر البيضه اللي فيها وحشه جدا، بتبتدي تطبع وتبقع كده. بلاش الابيض، يا اما استعمليها على خفيف جدا لان هي تقيله. البودر الصفراء اللي فيها لطيفه جدا، لو انت بنوته سمراء هتكون بيرفكت جدا معاكي. تعالي بقى كده نجرب درجات البرونزر ودرجات الكونتور اللي موجوده فيها. الدرجه الاورنج دي برونزاج قوي، هاخد ميكس بين الدرجتين دول واحاول استعملهم ككونتور. خلي بالكم بتنزل فول اوت كتير قوي. شايفين العلبه؟ ابتدي انفض كده، دي اختبر برضو اللون على ايديا عشان الدنيا معايا ما تبص. وبعد كده هحط وانا خافه ايدي جدا لان هي البالت بيجمنت جدا.
بصوا الباليت بيجمنت ازاي، انا خايفه المسها حرفيا. لما في الكونتور ان في درجه شويه عاطيه على جراي، شايفينها؟ الدرجه دي بتكون بيرفكت جدا وبتكون ممتازه جدا للكونتور بتاع النوز، لان احنا لو فكرنا هنلاقوا ان الكونتور اصلا كله بيكون لونه جراي. فانا هاخد الدرجه دي كده وهحاول اعمل بيها كونتور للنوز. بالشكل ده النتيجه لغايه دلوقتي عجباني جدا. تعالوا بس نشيل كميه البودر الموجوده على البشره. هرش الفيكس بتاعي ده من الأفرة كده، هبتدي ارش على البشره كلها عشان يشيل معايا اي كميه بودر زياده موجوده بالشكل ده. وهنشف البشره على طول. وانتي بتنشفي في الخطوه دي وانتي رشه اي فيكس على بشرتك، حاولي تكوني البشره ريلاكس خالص معاكي على قد ما تقدري. بس منديل امسح بيه الشفايف كده عشان احنا شبه العيانين. من جوه ونحافظ على الكونتور اللي احنا عاملينه عادي. هي كمان درجه برونزاج شويه للبنات اللي بتحب بشرتها برونزي اكتر او عاطيه على اورنج اكتر، شايفينها الدرجه دي؟ هاخد منها كده شويه. بصوا البيجمنت، وابتدي اغمق كده من هنا شويه ومن هنا شويه واستعمله وليكن بلاشر يعني. عايزه اعلمكم حاجه بقى، بالذات لو بتعملوا كونتور، حاجه بكرهها جدا وبشوفها عند بنات كتير بيكون شكلها مش لطيف واحنا اوريدي عاملينها دلوقتي، اللي هو مثلا احنا عاملين كونتور، لو جينا ركزنا كده هنلاقي حدود الكونتور من هنا باينه وحدود الكونتور من هنا باينه، في خطوط صريحه جدا باينه، ودي بيكون شكلها وحش جدا في البشره. طب تتفاديها ازاي؟ تتفاديها ان انت بتجيبي فرشه فاضيه خالص وبتبتدي تدمجي الاطراف دي بالفرشه الفاضيه دي، او بتحطي في الفرشه الفاضيه دي شويه بودر شفافه ما تكونش اطلاقا ليها لون، وبتبتدي تدمجي الاطراف دي عشان تكون ميه واحده مع البشره، ما تكونش متحدده كده في البلاشر بوكسين واخداهم، او في الكونتور خطوط صريحه وواضحه واخداهم. لا، بيكون نظافه شغلك اهم من شغلك نفسه. حتى لو بتستخدمي منتج رخيص، يعني الكونتور بتاعت مايت سينما دي سعرها رخيص جدا جدا جدا، وهتكون كمان مناسبه جدا للبنات المبتدئه في الشغل. استعملي الجزء الكريمي، ما تلجئيش قوي للجزء الباودر، يعني استعملي باودر من عندك، الجئي عادي لدرجات الكونتور والبرونزر، انما الباودر البيضاء والباودر الصفراء خليهم كاستعمال شخصي اكتر، بلاش شغل. ليه بلاش شغل؟ ليه بقول بلاش شغل؟ لان هما بيطبعوا قوي او بيقفشوا معاكي بسرعه، هيكون ليهم تكنيك خاص عشان تعرفي تستعمليهم. بالشكل ده هروح اكمل الميك اب على بشرتي وارجع لكم تاني، يكون حتى البرودكت قاعد على وشي شويه زي ما اتعودنا مع بعض، ونرجع نفصصه تاني مع بعض. انتظروني. ورجعت لكم تاني بعد حرفيا 3 ساعات قعاد مع العرايس ومناهده وكلام ومناوشات كتير. بصوا شكل البشره عامل ازاي، حرفيا انا بقالي 3 ساعات. بصوا كده شكل البشره بقى عامل معايا ازاي. الباليت حلوه جدا 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 جدا، وعايزه اقول لكم ان انا بنصح كمان بيها اي بنوته مبتدئه، هتكون حلوه جدا معاكي. وبرده مستخدمه منها الفاونديشن ومستخدمه منها الكونسيلر وكمان مستخدمه منها الكونتور. تكون درجاتها زي ما قلت لك، هتكون محتاجه البنات اللي لوني والبنات اللي اغمق، البنات اللي افتح مني مش هتناسبها خالص. عايزه اقول لك كمان ان الباليت دي تقليد الباليت بتاعه ميك اب فوريفر، وكمان تقليد الباليت بتاعه روز بيري، يعني الثلاثه بنفس الشكل. كنت حاسه بصراحه ان الفورمولا بتاعتها هتبقى نفس الفورمولا دي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، وهم هيكونوا مغيرين بس في شكل الباكج ومغيرين في شكل العلبه نفسها، مغيرينه من كده لكده. بس للامانه تنوع الالوان هنا مختلف شويه، يعني لو خدتي بالك في درجات على اصفر ممكن يكونوا الدرجتين دول موجودين، بس ان هم واخدين كام درجه من هنا حاطينها هنا. بس في المجمل الباليت ناعمه جدا، دمجها حلو جدا، شكلها حلو جدا على البشره، ثباتها حرفيا حلو. انا قاعده بيها دلوقتي بقالي 3 ساعات. بصوا شكلها على البشره عامل ازاي فوق ده وده، والاهم ان هي سعرها رخيص جدا وهيناسب كل البنات، واي بنوته هتقدر تشتريها. زي ما قلت لكم انا جايباها من عند سيلا سنتر، وهسيب لكم اللينك والويب سايت بتوع سيلا سنتر تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده، يا رب تكوني استفدتي من الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك على خير في فيديو جديد وميك اب لوك جديد او ريفيو جديد ان شاء الله.